السلام عليكم المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. وما تنساوش ليا لايك الفيديو، هذا فضلا منكم وليس امر مني. وإلا كنتوا كتشوفوا القناة اول مرة وعجبكم المحتوى القناة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهاتي. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نحضروا معكم طبق ديال السردين اللي كيجي كتر من رائع بحشوة كتير لذيذة بزاف. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقة كيفاش. وهنايا غادي نبداو، يا بسم الله على بركة الله. الحشوة هي غتكون بطاطا والروز ان شاء الله باش غادي نعمروا الحوت. هنايا بعد ما خديت السرديل نقيته وغسلته مزيان، غادي نضيف دابا البطاطا باش تسلق، وغادي نضيف عليها الماء، وغادي نضيف كاس تاع الروز مع مرش، وغادي نضيف عليه الماء وغادي نحطو يتسلقوا. بعد ما حطيناهم يتسلقوا، هنايا عندي معلقه بزار، معلقه فلفل احمر، معلقه ملح، معلقه كمون، معلقه عرق، معلقه سكينجبير، معلقه قزبر مطحون، ونصف معلقه حرور، ومعلقه خل، ومعلقه حامض، ومعلقه توابل ديال الحوت كتكون متواجده عند العطار. وضفت هنايا حتى القزبر والمعدنوس، وغادي نضيف واحد المعلقه ديال الخل والحامض ومعلقه ديال الزيت، وغادي نخلط هذا الخليط مزيان. بحال هكا غادي نخلطو حتى يتجانس ليا مع بعضياتو مزيان بحال هكا، يولي على هذا الشكل. صافي دابا من بعد ما خلطته غادي نحط فيه هاد السرديل باش يرقاد مزيان في هاد العطريه اللي عندي. قد ما رقاد في العطريه قد ما كيجي بنين بحال هكا. صافي غادي نبقى غادا مع بهاد الطريقه كامل حتى نرقدو. غير تبعوا معايا الفيديو غير دقه دقه حتى غادي نتفاهموا الطريقه ديال هاد الطبق اللي كيجي رائع وكيجي لذيذ وكيجي محمر. دابا بعد ما رقدتو في العطريه غادي ندوزو للبطاطا والروز ملي تسلقوا. صفيتهم، هما بعد ما صفيتهم غادي نمعسهم مزيان، وغادي نضيف عليهم عندي هنا معلقه بزار، معلقه عرق، معلقه سكينجبير، معلقه ملح، معلقه تاع الكمون، وعندي شويه تاع القزبر والمعدنوس، وغادي نضيف عليهم واحد جوج طرينيجات هكا. ومن بعد غادي نضيف هاد معلقه تاع الخل والحامض، وهاد معلقه تاع الزيت ما ضفتهاش كامله، اللي بقى ضفتو في هاد المون اللي عندي. وغادي نحاول ندخل صافي غادي نحاول نعس بهذه الطريقه، ندخل فيها العطريه مزيان بهذه الطريقه. غادي نبقاو نعسو فيها حتى تولي بواحد الشكل متجانس حتى تدخل فيها ديك العطريه. على الطريقه غادي نبقاو غادي معها بشويه بشويه. حنا كملناها دابا. من بعد غادي نبداو نعمرو هاد السرديلات. هنايا خديت 3 المطيشات بعد ما قرتهم دواور وستفتهم في هذا المول. صافي دابا غادي نبدا نعمر فيها ونلوي فيها بهذه الطريقه ونحطها في المول. طريقه جد سهله، غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وكيجي طبق اللي ما غاديش ندموا عليه، كيجي طبق لذيذ بزاف وما كيديناش الوقت بزاف باش كيطيب. يعني ديجا دابا مشعله الفران، انا عندي غير البوطه الغاز كنشعل عليه من الفوق ومن التحت 15 دقيقه صافي كيكون موجود. الا بغيتي كاع تخليه يزيد يتحمر، انا 15 دقيقه كيتحمر ليا صافي ياخذ الطياب ديالو هو هذاك. وبالنسبه اللي بغات تنقص عليه البوطه وتخليه حتى ل 20 دقيقه تخليه. صافي غادي نبقى غادي بهذه الطريقه.
حتى غادي نكملوه كامل نصفوه بحال هكا. صافي دابا هاد الطبق معنا موجود، دابا غنديروه في الفران. وها هو موجود معنا بالصحة والراحة، طبق اللي كيجي رائع وكيجي محمر، كيجي لذيذ بزاف. غير حاولوا تجربوه وبالصحة والراحة، وكنتمنى من الله عز وجل انه ينال الاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم.